جات لنا حالة مريض عنده 48 سنة، عنده غرغرينة وانسداد في الشريان الفخذي الأيمن. كان المريض بتاعنا تعرض كده لبعض الزملاء للعلاج بالقسطرة الطرفية، وللأسف ما كانش بيحالفهم الحظ في توسيع الشرايين نتيجة وجود سد شديد شوية في الشريان الفخذي. كان الحل الأمثل إن احنا نعمل للعيان ده حاجة تشمل الاتنين، جراحة مع قسطرة مع بعض، ما يسمى بحالة حاجة اسمها هايبريد تكنيك. خلاص، This is a case of a والمريض male patient, تماثل الشفاء بفضل 49. الله تعالى. يمكن يا دكتور، دايما بنقول ان المريض بيوصل عند حضرتك بعد ما يكون راح لأكتر من تخصص مش متخصص في الحالة بتاعته او تم تشخيصها غلط، وحضرتك الحمد لله ربنا بيوفقك وبتقدر تلحقها. حصل موقف مشابه مع نفس المريض؟ الحمد لله احنا بنحاول يعني بقدر الامكان ان احنا نختار الجايد لاينز او الحاجات اللي هي الابديت في علاج المريض بتاعنا. مش كل مريض هيكون بنفس الحاله وبنفس التشخيص بتاعها. كل مريض ليه طريقه معينه في العلاج تختلف عن المريض التاني، والحمد لله بنوصل مع العيال لنتائج كويسه بفضل الله ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك والتوفيق. 49 years old, smoker and diabetic, presenting